مساكم الله بالخير. اليوم عندنا تغطية رائعة مميزة خاصة جدا من مكان خاص جدا في قلب مكة المكرمة. هذا المكان يحتوي آثار الحرمين الشريفين، هو معرض عمارة الحرمين الشريفين. هذا المعرض تقريبا له 16 سنة مبني، وله سبب وجود. لما بدأوا يوسعون الحرمين الشريفين وتبدأ المشاريع فيها، قاموا نقلوا المقتنيات الخاصة بالحرمين الشريفين هنا، حتى الناس من كل أنحاء العالم معتمرين وحجاج يجون ويتفرجون ويستمتعون. لو تلاحظون واجهة المبنى وشكل البناء جدا قريبة من شكل الحرم، عشان ما نطلع يعطيك نفس الروح. هذا لوحة الافتتاح. طبعا هذا المبنى بني في عهد الملك فهد رحمة الله عليه، واللي افتتحه الأمير عبد المجيد رحمة الله عليه. وهذا هو المعرض من الداخل. طبعا هو 7 قاعات ومفتوحة على بعض زي ما انتم شايفين. الحين اوريكم ونسلط الضوء على بعض الموجودات. من الاشياء الجميلة اللي نلاحظها هذا سلم الكعبة، عشان يطلعون على الكعبة. هذا عمره طال عمركم 185 سنة، مصنوع بالكامل من الخشب. على فكرة هذا مصنع بالهند، الحرفيين الهنود اللي عملوه يطلعون ويدخلون الكعبة. مقام إبراهيم، هذا مقام إبراهيم استبدل. الحين الجديد اللي موجود بالحرم هذا اللي كان قبله. كان مقام إبراهيم زمان عبارة زي الغرفة الخشبية كذا، لو تدخلون على النت تشوفونها. قاموا استبدلوها بهذا الشكل عشان تسهل الحركة. أيضا من الأشياء الرائعة باب الكعبة. شوفوا هذا الباب في عهد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، فكوه جابوه هنا. من أقدم المعروضات هذا عمود الكعبة، هذا تقريبا عمره قريب 1400 سنة يا جماعة، ما شاء الله من ذاك الوقت والعمود هذا متماسك، لكن مع السنين بدأ يتآكل. شوفوا الحفر حتى اللي فوق. أيضا من الأشياء الرائعة آلة الحياكة. هذه فقط مخصصة للنسيج الداخلي للكعبة. فالكعبة ملبسة من الداخل باللون الأخضر، لو تدخلون ما شاء الله باللون الأخضر، ويحركونها بهذا الشكل وبهذه الماكينة. من الأشياء الرائعة الموجودة مرزاب الكعبة. هذا عمره 416 سنة يا جماعة، عام 1021 هجري. حتى لو تلاحظون شكله من فوق شلون عجيب. وفي المسامير هذه تمنع الطيور انها توقف في هذا المكان. هذا آخر شكل لبير زمزم قبل ما يتم تطويره. بهذا الشكل كان، سبحان الله. شفتوا شلون بير زمزم مجسم توضيحي يورينا كيف تطلع موية زمزم من وسط الصخر. سبحان الله. الحين اوريكم. هذا هو بير زمزم ويوصل الى هنا. بهذا الشكل تطلع الموية من وسط الصخور، سبحان الله، وتنزل على